تخيل لو كل عيلتك اتقتلت قدام عينيك بطريقه بشعه ولقيت نفسك مضطر انك تعيش في الحياه لوحدك، هتعمل ايه؟ هتقدر تتحمل؟ وحكايه فيلمنا النهارده بتبدا في مدرسه اسمها مدرسه لندن ريف مع بنوته جميله اسمها فان وباباها كوا. وطبعا كوا بيكون راجل صيني بيستنى كوا فان بنته بالعربيه قدام باب المدرسه، وبيروح الاتنين بعد كده لمحل للازياء الايطاليه عشان فان تشتري فستان تحضر بيه حفل الرقص اللي هيقام في مدرستها في نهايه الاسبوع. وبعد ما بيوصلوا الاتنين للشارع اللي فيه الحفل بتنزل فان من العربيه وهي فرحانه ومتحمسه جدا لشراء الفستان. بيكون واضح ان باباها كوا بيخاف عليها جدا لدرجه انه بيخاف عليها انها تعدي الشارع لوحدها، وده بعد ما خسر كل عيلته اللي ماتت قدام عينيه بسبب الحرب. بيحاول كوا يركن العربيه على جنب في الشارع وبينزل من العربيه علشان يشوف فيه ايه، لكن فجاه بيحصل انفجار شديد في البنك الامريكي، وبيكون البنك الامريكي جنب محل الازياء اللي بتشتري منه فان الفستان. وبعد كده بنشوف صحفي شغال في جريده اسمها جريده ايرلندا، وبيستقبل الصحفي ده تليفون من احد الارهابيين اللي مسؤولين عن الانفجار، وبيكون طبعا منظمه اسمها منظمه أوليستر الارهابيه. وبيقول للارهابي للصحفي ان تفجيرهم للبنك مش هيكون النهايه وانهم هيستمروا في تفجير البنوك الماليه. وبينزل الصحفي من موقع الحادث وبيصور بعض الصور المؤلمه والبشعه جدا لبعض الضحايا، وبتكون فان واحده من ضمن ضحايا الانفجار دول. بيرجع كوا البيت لوحده من غير بنته فان، بيكون حزين ومتاثر جدا وفاقد الشغف في كل حاجه في حياته. وتاني يوم بيجتمع اليان مع اعضاء مجلس الوزراء، بيتكلموا مع بعض وبيحاولوا يلاقوا طريقه يخلصوا بيها على منظمه أوليستر الارهابيه ويرتاحوا منهم للابد. وبعد انتهاء الاجتماع بيرجع اليان مكتبه وبيلاقي موجود على مكتبه ملف خاص بكل المعلومات اللي تخص منظمه أوليستر. والاول مره بنشوف الضابط بروملي وبيراجع بروملي كاميرات المراقبه. وبعد ظهور المجرم في مكان الحادث بنعرف ان القنبله انفجرت الساعه 11 صباحا. وبيروح كوا بعد كده لمكتب الضابط بروملي وبيساله اذا كانوا قدروا يوصلوا لاي معلومه تخص المنظمه الارهابيه او حتى عرفوا اسمائهم، لكن بروملي بياكد له انهم ما وصلوش لاي معلومات عنهم، وبيطمنه وبيقول له لو وصلوا لاي معلومه هيتصلوا بيه ويبلغوه على طول. وبيطلع كوا من شنطته 20,000 جنيه استرليني وبيقول للضابط ان المبلغ ده كل اللي قدر يدخره طول حياته من شغله، وبيقول له كمان يعلنهم مكافاه لاي حد يقدر يدلهم على اعضاء المنظمه الارهابيه دي. لكن الضابط بروملي بيرفض ياخد منه الفلوس وبيأكد له تاني انهم لو وصلوا لاي معلومات هيتصلوا بيه ويبلغوه على طول. وبعد 15 يوم بنشوف كوا وهو بيحاول يوصل لاي معلومات بنفسه تخص المنظمه الارهابيه عن طريق الانترنت. وفي اللحظه اللي هو بيعمل فيها سيرش على الانترنت بيسمع فجاه صوت ليان في لقاء تلفزيوني، وبتسال المذيعه ليان عن الحادث اذا كانوا قدروا يوصلوا للمجرم او المنظمه الارهابيه اللي عملت كده، لكن ليان بيقول لها انهم لسه ما وصلوش لاي حاجه. وبيعرف كوا ان ليان بيكذب وان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يوصله للمنظمه الارهابيه، وبيرسم خطه علشان يقدر يوصل لليان ويقدر ينتقم منه ويعرف منه كل المعلومات اللي هو عايزها. وبعد كده بيروح لشريكته والمساعده بتاعته في المطعم، بيقول لها ان المطعم كله بقى ملكها هي لوحدها، وده لانه كتب لها المطعم كله باسمها. وتاني يوم بيروح كوا لمكتب نائب الوزير ليام ومعاه شنطه غريبه، واول ما بتشوفه سكرتيره ليام بتحس ان الشخص غامض ووراه لغز مش مريح، وبترفض تسمح له بالدخول وبتنادي على 2 من حراس الامن يخرجوه بره. واثناء ما بيحاولوا يخرجوه بره بيحصل بينهم مشاده بصوت عالي، وبيطلع ليام من مكتبه على الصوت عشان يشوف فيه ايه. ولما بيعرف ليام ان كوا واحد من اهالي الضحايا اللي ماتوا في الحادث بيتعاطف معاه وبيسمح له بالدخول، وبيقعد يتكلم معاه بكل عطف وود، وبيحاول ياكد له انه ما وصلش لاي معلومات عن المنظمه. لكن كوا بيكون اذكى منه وبيطلع له جورنال قديم من حوالي 30 سنه فيه خبر احتفاليه ليام باستقلاليه منظمه أوليستر، وده لانه كان واحد من اعضاء المنظمه. لكن ليام بيقول له ان كل ده كان في الماضي وان هو حاليا دلوقتي اصبح نائب وزير وذو مكانه مرموقه في المجتمع. وبيقول له كمان ان هو مستحيل يضحي بكل اللي وصل له ده عشان خاطر شويه ارهابيين. لكن كوا مش بيصدقه وبيسيبه وبيخرج من المكتب وبيستاذن من السكرتير عشان يدخل الحمام، وفعلا بيدخل الحمام وبياخد معاه الشنطه اللي كانت في ايديه وبيطلع منها بعض الادوات التفجيريه اللي اشتراها من السوبر ماركت، وبيبدا يصنع قنبله مفخخه. وبعد ما بيخرج كوا من المبنى بتنفجر القنبله في المكتب كله وبيتدمر المكان كله تماما. وبيفهم ليام بعد كده انها رساله تهديد ليه من كوا، وكانه بيقول له ان دي البدايه لكن النهايه هتكون صعبه وشرسه جدا. وبعد كده بيسيب كوا بيته وبينزل في فندق عشان محدش من رجاله ليام يقدر يوصله، وبيروح لمكان معين وبيشتري منه مواد كيميائيه مفجره قابله للاشتعال، وبيبدا يصنع مجموعه قنابل مفخخه. واضح كده ان كوا كان خبير كيميائي محترف. وبعد كده بيروح بيتصل بليام من تليفون في الشارع وبيقول له انه هيديله فرصه اخيره، وبيطلب منه اسماء الارهابيين اللي فجروا البنك. لكن ليام بيتعصب عليه وبيزعق له عشان فجر قنبله في المكتب بتاعه. وبعد كده بيأمر ليام رجالته يدوروا على كوا
في كل فنادق المدينه. وفعلا رجالته اخيرا بيقدروا يوصلوا للفندق اللي نزل فيه كوا، وعشان كوا الراجل ذكي بيقدر يحس بيهم وهم طالعين من على السلم، وبيحاول يهرب من شباك الاوضه، لكن قبل ما يهرب بيقدر واحد من رجاله ليام يمسكه، فبيحاول يضربه لكن كوا بيضربهم كلهم، وواضح كمان انه محترف في الفنون القتاليه. وبعد ما بيضربهم كوا كلهم بيقدر يهرب منهم، ولما بيعرف ليام ان رجالته ما عرفوش يمسكوا كوا بيحس بالاحباط، فبيتاكد ان هو فعلا شخص مش سهل، وانه اكيد مش هيسيبه في حاله غير لما ياخد طار بنته منه، وعشان كده بياخد مراته وبيروح يعيشوا في بيت الجبل. وبعد مرور ايام بيوصل شون ابن اخو ليام من نيويورك، وبيطلب ليام من شون يقابل الضابط بروملي ويأكد له انهم مالهمش اي علاقه بعمليه التفجير اللي تمت في البنك، ويقول له كمان انهم بيحاولوا بكل جهدهم يوصلوا لافراد المنظمه، واول ما يوصلوا لاي معلومات هيبلغوها على طول. وبيستمر كوا في مطاردة ومراقبه ليام، وتاني يوم بيدخل ليام مطعم وبيقابل عشيقته ماجي، وبيطلع تليفونه وبيصورهم هم في وضع غير اخلاقي، وبيبعت الصوره في نفس اللحظه دي لليام، ومعاه رساله بيقول له فيها لسه مصر على قرارك برضه. وتاني يوم بيروح بروملي يقابل شون في الكليه الحربيه اللي هو لسه طالب فيها، انهم ليهم علاقه بالمنظمه الارهابيه وتفجير البنك، وده لان ليام كان عضو من اعضاء المنظمه الارهابيه من 30 سنه، لكن شون بيأكد له انهم مالهمش اي علاقه بالمنظمه نهائي. وعشان يثبت له اكتر انهم مالهمش علاقه باي حاجه بيقترح عليه يرسموا خطه، وهي انهم هيعملوا كود سري لاي واحد شغال في الوزاره، ومن خلال الكود ده هيقدروا يعرفوا مين هو الخاين اللي بيساعد المنظمه. وبيوافق بروملي على الخطه، وبيقول له بس بشرط لما يوصلوا للارهابيين دول الشرطه هي اللي هتحاسبهم وهتصفيهم. وطبعا بروملي حط الشرط ده عشان يضمن تصفيه الارهابيين. وفي اليوم الثاني بيوصل كوا لمزرعه ليام بالعربيه بتاعته، وبيخبي اثر عجلات العربيه بورق الشجر عشان ما حدش يقدر يحدد مكان وجوده في الغابه فيه، وبيقطع بعض الاغصان من الاشجار وبيغطي بها العربيه. شخص مكار ومش سهل، وبعد كده بيتسلل وبيقدر يدخل لبيت ليام، وبيضرب 2 من رجالته وبيحبسهم في اسطبل الحصانه، وبيوزع بعض القنابل في مخازن البيت، وبعد ثواني معدوده بتنفجر القنابل دي وبيدمر المكان كله. وبيخاف ليام جدا لما بيسمع صوت الانفجار، وبيأمر رجالته يزودوا الحراسه، وبيطلع ليام لاوضه مراته ماري، وبيطلب منها تحضر شنطتها عشان هتسافر لندن عند بنتها كيري، وطبعا لانه خايف عليها. والاول مره بنشوف 2 من المنظمه الارهابيه وهم بيصنعوا قنبله نوويه واللي هينفذوا بيها العمليه الجديده، والعمليه الجديده هتكون هي الطياره اللي هتسافر عليها ملكه ايرلندا. وبنرجع تاني للصحفي مانرو وبنشوفه هو سهران وبيشرب وبيسكر في ملهى ليلي، وقاعد مع نفسه وبيتكلم بصوت عالي وبيحقد على المدير بتاعه عشان بيشتغل عدد ساعات اقل منهم وبياخد فلوس اكتر منهم برضه، سبحان الله. وبالصدفه بتيجي ميجي عشيقه ليام وبتسمع مانرو وهو قاعد بيحقد على الراجل، وبيتعرفوا على بعض. وتاني يوم الصبح بيحط كوا قنبله في عربيه من عربيات ليام اللي واقفه قدام البيت، وبتنفجر العربيه وبيتصاب السواق اصابه شديده في رجليه. وبعد كده بيأمر ليام باقي رجالته يدخلوا الغابه ويبحثوا على كوا ويقبضوا عليه حي او ميت. وفعلا بيدخلوا رجالته الغابه وبيبداوا البحث عليه، لكن كوا بيكون اذكى منهم كلهم وعارف انهم اكيد هيحاولوا يقبضوا عليه، وعشان كده كان نصب لهم فخ في الغابه وبيقدر يوقعهم واحد ورا التاني، لكن بيقدر واحد من رجاله ليام يسيبه برصاصه في كتفه، لكنه برضه كوا بيقدر يهرب منهم تاني. وبيكون شون في اللحظه دي بيخون عمه مع مراته ماري في غرفه الفندق. وفعلا بيتصل ليام بشون في نيويورك وبيطلب منه يركب اول طياره ويكون عنده تاني يوم الصبح، وبيوافق شون بدون اي اعتراض، وبيقول له كمان يتصل بالظابط بروملي ويقول له انهم موافقين على كل شروطه. وبنرجع تاني لكوا وهو بيحاول يعالج جرحه، وعشان يقدر يكمل مسيرته في الانتقام بيكوي جرحه بالنار، وبيبدا يفقد الوعي من شده الالم. وبعد كده بنروح لليام تاني وبنشوفه هو بيتكلم مع واحد من اعضاء مجلس الاداره واللي بيكون اسمه هيم جراس، وبيرد عليه وبيقول له تفسر بايه ان عندك عجز حوالي 10 كيلو في ماده السايتامكس. ونعرف ان ماده السايتامكس دي هي ماده كيميائيه بيصنعوا منها القنابل والمتفجرات للجيش. ونعرف كمان ان هيم جراس كان عضو من اعضاء منظمه اوليستر. وبالليل بينزل ليام لمكتبه وبيلاقي الكلب بتاعه واللي اسمه تشارلي متخدر ومغمى عليه، وبعد لحظات بيدخل عليه كوا وفي ايده المسدس بتاعه، وبيقول له كوا تفسر بايه ان القنابل اللي استخدمتها المنظمه في تفجير البنك مصنوعه من ماده السايتامكس، والماده دي مش موجوده غير في مخازن الوزاره. لكن ليام بيرد عليه وبيقول له ما يعرفش الماده دي وصلت لهم ازاي، وبيساله كوا تاني عن اسمائهم، وبيضغط على زينه المسدس، وبيخاف ليام وبيضطر يقول له عن الخطه السريه اللي مخطط لها هو والظابط بروملي، لكن كوا مش بيسمع له ولا بيهتم لكلامه، وبيديله مهله 24 ساعه بس، وبيقول له حتى
حتى لو اعضاء المنظمه ما نفذوش عمليه ارهابيه تانية هياخد منه الاسماء والا مش هيسيبه في حاله وهينتقم منه هو، وبيسيبه وبيخرج. وبنرجع تاني للضابط براملي وبنشوفه وهو بيراجع كاميرات المراقبه اللي موجوده في مكان الحادث، وبيشوف المجرم اللي نفذ العمليه الارهابيه، وبيشوف ايديه واللي بيكون فيها بعض الحروق والتشوهات، ودي بتكون بدايه الخيط في اكتشاف اعضاء المنظمه بالنسبه لبراملي. وبتنزل ماجي عشيه ليام من الباص وبتركب مع واحد الموتوسيكل وبيقفوا هما الاثنين يبصوا للباص اللي بينفجر بعد ثواني من نزول ماجي، وكانهم كانوا عارفين انه هينفجر. وبكده بنكتشف ان ماجي عضو من اعضاء المنظمه، وكانت بتستغل ليام ومينرو في تنفيذ خطط المنظمه. وبيتصل براملي بليام وبيقول له ان خطط الاكواد السريه فشلت، وده معناه انك خاين وما كانش فيه اكواد سريه اصلا، وبيديله مهله يومين يحل المشكله دي او هو هينتقم منه بطريقته الخاصه. في تاني يوم بيوصل شون لايرلندا وبيوعد ليام انه مش هيخرج من الغابه الا وهو معاه كوا حي او ميت، وبيستعد وبياخد اسلحته وبيدخل الغابه للقبض على كوا. وبيرجع مساعد ليام بعد ما وصل ماري الفندق وبيقول له ان عمل زي ما هو قال له واستنى في الفندق لمده ساعتين بعد ما وصلها بدون ما ماري تعرف بوجوده، واتاكد ان مفيش اي حد بيراقبها. لكن الغريب انه شاف ابن اخوه شون وهو طالع الاوضه عند ماري وفضل معاها فوق حوالي ساعتين. وبعد ما نزل شون من عندها نزلت ماري على طول الريسبشن وكلمت هيمو جراس من فوق الفندق. وطبعا بيفهم ليام ان كده في علاقه غير شرعيه بين مراته ماري وابن اخوه شون. وبعد كده بنروح للضابط براملي وهو في اجتماع مع اعضاء مجلس الوزراء وبيقول لهم على اخر التطورات اللي وصلها في القضيه، وهي انه وصل لأول عضو من اعضاء المنظمه الارهابيه، وبيكون هو برضه نفس الشخص اللي نفذ الحادثه التفجيريه بتاعه البنك، وبيكون اسمه بريتك اورلي. ولما حطوا بريتك تحت المراقبه اكتشفوا ان في علاقه بينه وبين هيمو جراس، وطبعا كده اكتشفوا ان هيمو جراس هو الخاين. وبعد انتهاء الاجتماع بيتصل براملي بليام وبيقول له بيعرفوا اخر التطورات اللي وصلها في القضيه، وبيقول له كمان ان هيمو جراس طلع هو الخاين، وبينصحه يخلص عليه بطريقته الخاصه قبل ما الوزاره تخلص عليه هي بطريقته، واكيد ده مش هيكون في مصلحه ليام. وبعد لحظات فعلا بيوصل هيمو جراس المزرعه عند ليام وبيكتفوا ليام في الكرسي، وبتبدا بينهم مواجهه شرسه وعنيفه. وبيعترف هيمو جراس ان هو فعلا لسه عضو من اعضاء منظمه ليستر. لو مش كده وبس، ده كمان بيقول له ان عشيقته ماجي هي كمان من ضمن اعضاء المنظمه واسمها الحقيقي سارة، وكانت بتاخد منه كل المعلومات والادله اللي هم عايزينها. ده غير مراته ماري اللي انضمت ليهم هي كمان في الفتره الاخيره عشان تنتقم من ليام لانه ما رضيش ينتقم لها من اللي قتلوا اخوها. وبيتعصب ليام عليه جدا بعد ما بيسمع منه كل الكلام ده، وبيطلع مسدسه وبيضربه برصاصه في دماغه وبيموته. واخيرا بيوصل شون لكوخ كوا في الغابه وبيبدا بينهم بعد الاكشن والاثاره، وفي الاخر بيقدر كوا يضرب شون ويهزمه وبيكتفه في جذع الشجره. وبيساله عن اسماء الارهابيين، بيقول له شون ان اعضاء المنظمه عددهم بيكون 5، وبيقول له كمان على اسمائهم. وبعد ما بيرجع شون للمزرعه بيقعد معاه ليام وبيواجه بحقيقه علاقته بماري مراته، وبيساله ليام اذا كانت ماري سمعته وهو بيتكلم في الفون عن خطه الاكواد السريه ولا لا. بيرد عليه شون وبيقول له ان اتكلم مره قدامها وما كانش متوقع منها الخيانه. وبكده بيعرفوا الاثنين ان اللي كشف مخططهم للمنظمه هي ماري. وبنرجع لماري تاني وبنشوفها وهي سهرانه مع الصحفي في غرفه الفندق عشان تودعه قبل ما يسافر. وبيدخل منه الحمام ياخد شاور، وبتستغل ماجي الفرصه وبتركب القنبله في بطاريه اللابتوب بتاعه. وبنكتشف ان الطياره اللي هيسافر عليها مينور هي نفس الطياره اللي هتسافر عليها ملكه ايرلندا. وتاني يوم بتتحرك القوات الخاصه للقبض على الارهابيين وبيراقبوا المبنى وبيحاصروه من جميع الاتجاهات. وبيوصل كوا هو كمان في نفس اللحظه دي وبيتسلل وبيدخل المبنى بدون ما حد فيهم ياخد باله منه. وبتستعد الشرطه لاقتحام شقه العصابه، لكن فجاه بيرن جرس الباب اللي بيكون على الباب هو كوا ومعاه صاحبه المبنى. بيسمحوا له بالدخول لكنهم بيكونوا قلقانين شويه. وبالفعل بيدخل كوا الشقه وبيطلب واحد منهم يفتش شنطته، وبيديهم كوا الشنطه بكل هدوء. وبعد ما بيفتشوها بيلاقوا فيها سلاح RPG، وبيبدا بينهم الاكشن وبتتقلب الشقه المجزره بشعه. وبتتصاب ماجي هي كمان برصاصه في كتفها لكنها مش بتموت. وبيحاول واحد فيهم يقتل كوا لكن كوا بيضربه بشاشه التلفزيون على راسه وبيموت. وبيقتل الرابع فيهم برصاصه في قلبه برضه. بيبص كوا على الترابيزه بيلاقي شال وبياخده بسرعه وبيلف الشال حواليه رقبه بريتك وبيخنقه لحد ما بيموت. وفعلا الشرطه بتقتحم الشقه بعد خروج كوا بثواني، وبيلاقوا ماجي لسه عايشه وبيبداوا يعذبوها ويجبروها تعترف على مكان القنبله قبل ما تنفجر. وبتتحرك الشرطه بسرعه للمطار وبينادي الشرطه على اسم الصحفي مينرو بصوت عالي. وبعد ما رجال الشرطه بيتاكدوا انهم انقذوا ووقفوا تنفيذ العمليه التفجيريه بيخلصوا على ماجي وبيصفوها هي كمان. وبيروح شون بعد كده لشقه ماجي وبينتقم منها على استغلالها ليه، وبيضربها برصاصه في دماغها وبيموتها في ثواني. وبكده بتنتهي حكايه فيلمنا معاكم النهارده، واستنوني كل يوم بفيلم جديد وملخص جديد. وما تنسوش تعملوا فولو للانستجرام بيج والفيسبوك بيج علشان تقترحوا عليا الافلام اللي عايزين الخصها لكم. وما تنسوش برضو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه علشان تتابعوا كل جديد. كان معاكم انا نجاة الروبي من قناتكم فيلم سكوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.